السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا أستاذ. وعليكم السلام. انت تاني؟ برضه مش هتكلم، أنا جبت لك أبويا هو اللي هيتكلم. اتفضل يا بابا. السلام عليكم. فين يا ابني اللي عايز يديك الشبكه ب 300,000 ده؟ هو ده يا بابا. هو ده؟ هو ده. ايه لازمتها الدخله ده يا حاج؟ اقعد بس كده بعد اذنك. ده الكابتن مختار بطل العالم في مصارعة الذراعين والقوة البدنية سنة 98 و99 على التوازي. جوازها ايه يا ابني؟ جوازها ايه؟ اوعى كده. اوعى. الكارت بتاعي اهو يا استاذ. اتفضل الكارت بتاعي اهو. ان شاء الله بطل العالم في مصارعه الذراعين. اهلا بيك يا كابتن. تشرب ايه؟ انا مش جاي ضيف يا استاذ. لا يا بابا أنا عايز أشرب حاجة ساقعة. يا عم اقعد حاجه ساعه، انا جاي نشوف الشبكه اللي انت جاي تقول ب 300,000 دي. سيد اديني حاجه ساقعه لو سمحت. خش يا سيد. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ. شكرا يا حبيبي، شكرا. انا شفتك فين قبل كده؟ لا ما تاخدش في بالك. انا افتكرتك. انا جبت لك حاجه ساعه قبل كده وانت اتنكت عليا. انت مش واخد حاجه ساعه. السلام عليكم. بعد اذنك يا استاذ علي. يا ابني في ايه؟ بعد انت كنت اذنك. فين؟ حاجة ساقعة حاجة. ها؟ حاجه. شبكة ايه يا استاذ اللي هي ب 300,000 دي؟ ممكن بعد اذنك توري لي الشبكة ديت، عايز اشوفها اللي ب 300,000 دي. انت بتعمل ايه؟ نزل رجلك دي. اتفضل يا حاج. ابنك يا حاج منقي 280 جرام. قال لي انا عايز 4 فرد غوايش و4 خواتم تقال واسوره تقيله وشنشله تقيله، وبقول له الشبكه دي ب 300,000 جنيه، بيطلع لي 300 جنيه و5 جنيه عشان ابقى حقاني. 5 جنيه فكه بيطلعهم لي. ده ترد عليه تقول له ايه يا حاج؟ ما شاء الله ما شاء الله. انت يا ابني عايز تشتري المحل كله ولا انا مش قايل لك تروح تجيب دبله وخاتم؟ أنا لازم أجيب شبكة تفشخر بقى قدام العروسة يا حاج. وأنا ابن حد قليل برضه، ده أنا ابن الكابتن مختار بطل العالم. لو جرام بكام يا استاذ؟ النهارده ده انا جايب وانا بتجوز 100 جرام ذهب ب 1600 جنيه، والناس قعدت تتحاكى بالشبكه اللي انا جايبها. الحاج اللي انت بتتكلم فيه ده من 30 سنه، النهارده احنا في 2022. اللي ابنك بيديهولي ده ما يجيبش حق جرام واحد. ما ترقص له البنجات يا حاج يمكن يوافق. معقول يا ابني لو رقصت له البنجات هيوافق؟ يمكن يا أحرق. حرام كده. حلاوتك يابا حلاوتك. طب بص يا حاج، عشان خاطر ترقصة البنجات دي، هي الشبكه دي ب 300,000 بس، عشان خاطرك هحسبها لك ب 300 الا 5. انا عندي اقتراح يا حاج. قول يا ابو العراف. ما تيجي نبيع البيت نجيب الشبكه. تبيع البيت؟ يا حاج طب قوم تعالى يلا نبيع البيت.